السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم كيكه التفاح. مع دابا الموسم ديال التفاح والتفاح موجود ورخيص، فنوظفوه في وصفات يوميه. واليوم غنعملوا به هاد الكيكه اللي كتجي رائعه لا شكلا ولا مذاقا ولا مضمونا. ما تنساوش تخليو لي متابعه وجيم كتشجيع للقناه. ونبداو بسم الله. غنحتاجو كاس ديال السنيده والعبار بكاس العنبه او اي كاس عندكم في الكوزينه، بشرط انكم تاخذوا به جميع العبارات. غادي نزيدوا 2 بيضات بحراره المطبخ، نطربوهم مزيان حتى يولي لنا الخليط ابيض او يكون شويه عاقد. ديك الساعه غادي نزيدوا عليه كاس معامرش، يعني كاس الا ربع ديال الزيت. هنا يمكن لكم تستعملوا الخلاط اليدوي، انا حيت عندي مهرس داكشي علاش كنحرك غير بالخلاط الكهربائي، وكنحرك على درجه 1 حيت هو فيه واحد من 1 حتى 5. انا دابا كنحرك غير في 1 باش ما يهبطش ليا هذاك البيض اللي طربته من قبل. دابا غادي نزيد عليه كاس ديال الحليب بحراره المطبخ، وغادي نزيد عليه واحد بيرلي. يمكن لكم تستعملوا دانون ديال الفاني، الا ما كانش متوفر يمكن لكم تستعملوا غير كاس ديال الماء، واحد الساشيه ديال الفاني، واحد قبيصه ديال الملح، وشويه ديال القشور ديال الحامضه باش كينسموا لنا ديك الكيكه وما كتجيش ديك الزفوره ديال البيض تكون باينه. غادي نجيبو بالنسبه للدقيق، غادي نجيبو 3 الكيسان ديال الفورص، نزيدوهم على دفعات بالنسبه لما كنتيش شاده العبار ديال الدقيق ديالك، حيت الدقيق كيختلف من نوعيه لنوعيه. كاين دقيق اللي كياخذ معك غير 3 الكيسان في الكيكه، او غير 3 الكيسان ونص، ولا غير 2 كيسان ونص على حساب الدقيق. الا كنتي ما عارفاش فغتزيدي على دفعات، الكاس الاول الكاس الثاني وتبقاي تزيدي. بالنسبه ليا في هاد الكيكه خدات ليا تقريبا 3 الكيسان ومعلقه، هذا هو القياس اللي خدات ليا هاد الكيكه ديالي. غنبدا نحرك حتى كنخلط هذاك الدقيق مع الخليط اللي عندي باش نتفادى باش ما يبقاوش ليا حتى شي حبيبات ولا شي تكتلات، باش ما يخسروش ليا الكيك ديالي ملي كيكون طيب. وفي الاخير غادي نزيد ديك المعلقه اللي كانت باقا ناقصه ليا، لحقاش شفت الكيك ديالي مازال خاصو الدقيق. احتاجيت 3 الكيسان ومعلقه باش نعرفوا الدقيق هو هذاك. نرسموا رقم 8، فلا بقى معنا رقم 8 وما مشاش كنعرفوا ان الخليط هو هذاك، ما خاصو لا دقيق لا والو. غادي نزيدوا واحد 3 الخمارات، غادي نزيدوا عليهم واحد الملعقه ديال الخل او ملعقه ديال الحامض اللي متوفر عليه عندكم، باش كيجينا داك الكيك طالع شي شويه. وكنخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم باش ديك الخميره كتنسجم لنا مع الخليط. انا ما كنديرهاش في الاول، مع كنبقى نخلط، ما كنبغيش باش المفعول ديالها باش ما كيمشيش، كنخلي حتى الاخير عاد كنضيفها. صافي كنجمع الخليط ديالي كنحتفظ به على جنب. كنجيب تفاح، شي 3 تفاحات او 4 تفاحات، كنقيهم نحيد ليهم الجلده ديالهم، قطعهم على شكل مربعات صغيره. كنزيد عليهم واحد الملعقه تقريبا ديال القرفه، كنخلطها معاهم بزاف. اللي بغى يضيف القرفه يضيفها، اللي ما بغاش ما يضيفهاش، غير هي كتعطي واحد النسمه واحد المذاق زوين لهاد الكيكه، لحقاش القرفه كتواتى بزاف مع التفاح، كيجي واحد المذاق زوين في الكيكه. انا متاكده غادي يعجبكم. غادي نزيد عليه كذلك واحد شويه ديال الكركاع اختياري، بغيتو ديروه حتى الزبيب يمكن لكم ديروه، بغيتو ما ديروهمش بجوج ما ديروهمش بجوج. شويه ديال الكركاع قطعته شويه بالموس، درت عليه واحد شويه ديال الفورص وغربلته، لحقاش باش ما يهبطش ليا لتحت، باش يبقى يعني مخلط. كل طريف ديال الكيكه يجي فيه شويه ديال اللوز. غادي نخلطو غير شي شويه، نحتفظ بالكيك ديالي على جنب. نجيب المول ديالي دهنته بشويه ديال الزيت، رشيته بشويه ديال الدقيق. كاين لكم تستعملوا اي قالب كان عندكم، ماشي شرط هذا، انا غير بغيت نصايب لكم في هذا القالب هذا اللي تقريبا كيكون في اي دار، ما كيخطا حتى شي دار. داكشي علاش فضلت انني نصايب لكم في هذا القالب ديال الكيك. نجيبوا الخليط ديالنا كنخويوه في القالب ديال الكيك كامل، كنقادوه. غادي نجيب واحد 4 تفاحات نقسمهم على 2، غادي نخليهم بالقشور ديالهم كيعطيو واحد ديكور زوين. غادي نقطعهم رقيق بزاف كما كتشوفوا، شرائح رقيق باش ما كينزلوش لينا في الكيك، يعني خاصهم يكونوا رقاقين وخفافين باش يبقاو الفوق. وغندوزو باش نستفوهم تدريجيا وحده على وحده باش كيعطيونا واحد ديكور زوين بحال الشكل ديال الورده. في هذه اللحظه عندي الفران شاعل على نار مهيله. من بعد ما كملت السيفه ديال غادي نزيد واحد طريفات ديال الزبده فوق هذا التفاح باش كيجيني طايب ورطب. غادي نزيد واحد شويه ديال السنيده باش كيجيني داك التفاح مكرمل وحلو.
ما يجينيش مسوس، يعني كيبقى لكم اختيار باش تضيفوا السيده تضيفوها. بالنسبه ليا عندي هذا القالب خفيف، داكشي علاش غنفرش ليه المقلاعد ندخلو الفران باش ما تحرقش ليا الكيكه. غندخلها للفران، غادا نديرها الفوق على نار مهيله، غنخليها تقريبا ساعه حيت هي كتشد الطياب حيت فيها التفاح. ساعه تقريبا اللي خدات ليا ديال الوقت عاد باش وجدات ليا. غير كنحس بها طابت كنزلها لتحت تحمر شي شويه ونطفي عليها ونخليها ترتاح حتى تبرد عاد نقلبها. وهذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما خرجات وتحمرات تبارك الله جات كتشهي. غندهنوها بواحد شويه ديال الكونفيتور، غادي نزيدو عليها واحد شويه ديال السكر كلاصي باش كيجي داك المنظر ديالها زوين وكيشهي. كيبقى لكم حريه الاختيار، ما بغيتوش ديروا لها سكر كلاصي دهنوها غير بشويه ديال الكونفيتور باش كيعطيها هذاك اللمعان وبالصحه والراحه. كنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها وترجعوا تكتبوا لي في الكومونتيرات واش نجحات معكم ولا لا. هذه هي الكيكه ديالنا كما كتشوفوا، غادي نقسمها معكم باش تشوفوا الداخل ديالها كيفاش جات. كتجيب التفاح من الداخل كتجي روعه ويا سلام، والمذاق حتى هو زوين كما كتشوفوا. هذه هي الكيكه ديالنا. الفيديو طويل صراحه فيه بزاف د الهضره عييت. المهم ما تنساوش تخليو لي واحد المتابعه وجاء من الفيديو بارطاجي الا عجبكم بطبيعه الحال هذا الفيديو. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، والى اللقاء فيديو قادم. كنتمنى لكم الصحه والعافيه. شكرا لكم على المشاهده، والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.